إعادة مباراة النصر والتعاون. هكذا تداول البعض خلال الساعات القليلة الماضية على خلفية الأحداث التحكيمية المثيرة للجدل في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. ونشر البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لفريق التعاون مقطع فيديو مثير عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر بعد نهاية مباراة النصر. والمقطع الذي نشره شاموسكا يشير إلى عدم احتساب حكم المباراة هدفا لمصلحة التعاون بعد دخول الكرة في الشباك النصراوية الممزقة قبل أن تخرج منها. يصنف هذا الخطأ التحكيمي الفادح على أنه فني يؤثر على النتيجة النهائية، ما يستوجب معه إعادة مباراة النصر والتعاون وفقا لعدد كبير من القانونيين الرياضيين. ولكن يبدو أن المباراة التي انتهت بفوز الفريق النصراوي بهدفين مقابل 1 على التعاون لن تعاد مرة أخرى لعدة أسباب هي: لقطات فيديو أخرى أوضحت عدم دخول الكرة إلى الشباك في اللقطة التي أشار إليها شاموسكا، عدم وجود أي شكوى رسمية من التعاون لإعادة المباراة، حيث قال رئيس النادي سعود الرشودي: نسأل الله العوض الجميل، أفضل دوري في آسيا يستحق حكاما شجعان، في إشارة إلى قبول الخسارة رغم الظلم التحكيمي. تعرض نادي النصر إلى ظلم تحكيمي أيضا عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للعالمي وطرد مدافع التعاون وفقا للقانوني أحمد الأمير، وبالتالي تأكيد تثبيت نتيجة المباراة واعتلاء النصر صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق الاتحاد الوصيف والشباب الثالث. في مفاجأة من العيار الثقيل، رفض مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد عبد اللطيف عطيف متوسط ميدان الفريق الأول. وكشفت صحيفة الرياضية عن محاولات من وكيل عطيف لتجديد عقد اللاعب مع نادي الهلال، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة رسميا، إلا أن الإدارة رفضت. وأشارت الصحيفة إلى بدء اللاعب الدولي البالغ من العمر 30 عاما دراسة العروض التي تلقاها لاختيار وجهته القادمة بعد الرحيل عن الزعيم الهلالي. وأعلنت تلقي عبد الله عطيف عرضين من الأهلي والشباب لضمه بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024. وأوضحت الصحيفة بأن عرض الأهلي يقدر ب5.5 مليون ريال سعودي في الموسم الرياضي الواحد، بينما توقف العرض الشبابي عند 5 مليون ريال. وعلى الرغم من أن عرض الشباب أقل، إلا أن عطيف يميل إلى الانتقال لقلعة اليوث وليس للأهلي بسبب رغبته في البقاء بالعاصمة الرياض. يبدو أن الأشهر القليلة القادمة قد تشهد واحدة من أكبر الخيانات في الملاعب السعودية بانتقال أحد أبرز نجوم الفريق الأول بنادي الاتحاد إلى صفوف النصر. وحسب الإعلامي عزيز بن خالد المقرب من البيت الاتحادي، سينتقل الظهير مهند الشنقيطي إلى فريق عاصمي بنسبة كبيرة. وكشف بن خالد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر عن دخول الشنقيطي الفترة الحرة من عقده بنهاية العام الحالي، والتي تسمح له التوقيع مجانا مع أي فريق آخر. وأشار إلى عدم تقديم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أي عرض رسمي إلى ظهير الفريق الأول حتى الآن. ويبدو أن النصر هو النادي العاصمي المقصود من تغريدة عزيز بن خالد، خاصة أن الإدارة النصراوية حاولت التعاقد مع اللاعب في وقت سابق. وعرض النصر في بداية عام 2021 على الإدارة الاتحادية التعاقد مع مهند الشنقيطي في صفقة تبادلية تشمل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. ورفض الاتحاد وقتها التخلي عن الظهير الشاب، حتى أنه نجح في الحصول على حمد الله مجانا في ديسمبر 2021. وانتقل الشنقيطي الذي يبلغ من العمر 23 عاما والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر إلى نادي الاتحاد في نوفمبر 2018 قادما من نادي أحد. وفي سياق متصل، كشف برنامج ملعب SBC عن مدة غياب مهند الشنقيطي لاعب نادي الاتحاد بعد إصابته خلال مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي. وكان الشنقيطي قد تعرض لإصابة قوية خلال المباراة وتم نقله للمستشفى في سيارة إسعاف كانت متواجدة داخل الملعب. وذكر برنامج ملعب SBC عبر موقع تويتر بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها الشنقيطي كشفت تعرضه لإصابة في وتر العضلة الضامة. وأضاف أنه من المقرر أن يخضع اللاعب لتدخل جراحي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يحتاج لفترة علاج وتأهيل تصل إلى 3 أشهر، وبالتالي نهاية موسم اللعب. بات الفريق الأول بنادي الاتحاد مرشحا قويا للحصول على صفقة عالمية كبرى استعدادا للموسم الرياضي القادم
2023-2024. وأعلنت صحيفة أس الإسبانية إبلاغ الساحر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي بعدم تجديد عقده والرحيل عن الفريق الأول بنهاية الموسم الرياضي الحالي. وكشفت الصحيفة عن امتلاك دي ماريا الذي مثل أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، عرضين أحدهما من السعودية. وانضم دي ماريا ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده، حيث وقع الأرجنتيني على عقد لمدة عام واحد. وارتبط اسم الساحر الأرجنتيني والذي يعتبر أحد أقرب أصدقاء الأسطورة ليونيل ميسي بالانتقال إلى نادي الهلال كإحدى الصفقات العالمية بعد انتهاء عقوبة الحرمان من التعاقدات. وغرفة فض المنازعات حرمت الزعيم الهلالي من التعاقدات في الصيف الماضي ويناير 2023، ما ساهم في انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. جدير بالذكر بأن نادي الهلال يحاول التعاقد مع الأسطورة ميسي بداية من الموسم الرياضي القادم، حيث عرض عليه عقدا ب400 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد. شهدت قائمة الفريق الأول بنادي الهلال والتي تشارك في المراحل الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 مفاجأة مذهلة يمكن وصفها بهدية الفريق لجماهيره الوفية بعد حصوله على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية. المفاجأة كانت احتواء القائمة على اسم الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي سبق أن رجحت جميع المصادر انتهاء موسمه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم في قطر 2022. وأجرى اللاعب جراحتين بعد تلك الإصابة، الجراحة الأولى كانت في البنكرياس فيما الثانية في عظام الوجه وقد تكللتا بالنجاح. وقد غاب منذ ذلك الوقت عن مباريات الزعيم المحلية والخارجية وسط حديث عن إمكانية عودته خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. وجاءت قائمة الهلال في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 على النحو الآتي: حراسة المرمى عبد الله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، أحمد آل جبيع. خط الدفاع محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري. جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري. خط الوسط غوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، أندري كاريلو، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب جوير، محمد القحطاني، حمد اليامي، ميشيل ديلغادو. خط الهجوم أوديون إيغالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، عبد الله الحمدان، موسى ماريكا. ويستعد الهلال لملاقاة شباب الأهلي الإماراتي على ملعب جنوب في 9 مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا. حسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مستقبله مع نادي النصر بشكل نهائي بعد الانضمام إلى الفريق الأصفر في الميركاتو الشتوي الماضي ولمدة موسمين ونصف. وبعد شائعات رحيله عن نادي النصر قبل نهاية عقده في 2025 نفى رونالدو هذا الأمر تماما، وذلك عبر الإعلامي المقرب منه إيدي إيغيري. وأشار إيغيري عبر برنامج الشيرينغيتو إلى سعادة الأسطورة البرتغالية داخل صفوف النصر وعدم تفكيره في الرحيل حاليا. وهذه المعلومات أكدها المدافع البرتغالي بيبي والذي يعتبر أقرب أصدقاء كريستيانو رونالدو داخل الملعب وخارجه. وقال بيبي في تصريحات لسبورت تي في: كريستيانو انتقل إلى نادي النصر لأنه يرغب أن يكون سعيدا. كشف الصحفي البرازيلي فيني كاساغراند عن مصير الحارس الأرجنتيني أوغوستين روسي المنضم إلى صفوف النصر على سبيل الإعارة في يناير الماضي من المشاركة مع الفريق خلال الموسم الحالي. وقال كاساغراند عبر حسابه في موقع تويتر أنه يبدو أن رحلة روسي إلى السعودية ستذهب سدى، مشيرا إلى أن النصر لا ينوي الاستعانة بحارس المرمى حتى نهاية الموسم. وأضاف الصحفي البرازيلي بأن إدارة النصر لا تنوي إشراك أوغوستين حتى نهاية فترة إعارته من بوكا جونيورز، حيث أن النصر غير راض عن مستوى الحارس. وأعلن النصر تعاقده رسميا مع أوغوستين روسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الفائتة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو المقبل. وشارك روسي مع النصر في مباراتين أمام الاتحاد والفتح ولم يقدم المستوى المأمول منه، حيث تلقت شباكه 5 أهداف. اختار الاتحاد العربي لكرة القدم ممثلي المملكة العربية السعودية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية في نسختها القادمة.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية، اختار الاتحاد العربي أندية الهلال والنصر والاتحاد للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان، والمقرر إقامتها في الفترة من يوليو إلى أغسطس القادمين. وفي وقت سابق أعلن إعلاميو الهلال والاتحاد مشاركة الناديين في البطولة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، بينما تضاربت الأنباء بشأن مصير النصر قبل أن يتم حسم الأمر نهائياً. دخل الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الأول بنادي النصر المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي والتأهيلي قبل عودته للمشاركة بتدريبات العالمي. وتعرض ديفيد أوسبينا لكسر في أحد عظام المرفق أثناء مشاركته في مباراة الديربي أمام الشباب في دوري روشن السعودي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 8 أسابيع. وأفادت صحيفة الرياضية بأن أوسبينا أزال مثبت المرفق ودخل المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي. ومن المقرر أن يخضع ديفيد أوسبينا حارس النصر لفترة تأهيل تستمر لمدة 8 أسابيع، وسيخضع بعدها لكشف طبي جديد يحدد جاهزيته للمشاركة مع العالمي.